نغير عينينا واحلامنا وطموحاتنا ونروح في اجمل بلد، نروح هولندا بلد الزهور، نعيش معاكم ونكمل من هولندا. اقدم لكم الاسير. سعدني ان انا اقابل الاستاذ دكتور صلاح سعيد، الطبيب المصري اللي هنا، اللي دايما يجيب افواج طبيه هولنديين ومصريين. هو فريق كبير بيساعده، بس هو رمز لهذا الفريق، ويجيبهم مصر يعالجوا بعض الحالات. وان كان ده توقف لمده سنوات ورجع من شهرين، لكن بقدم له الشكر والتحيه. وكمان من الناس اللي حمستنا وساعدتنا اللي احنا نيجي هنا ونكسر حاجز الاسير اللي احنا فيه. دكتور صلاح ازيك؟ كل سنه الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. بكرر شكر ليك لجدعنتك. شكرا على واجب. الله يكرمك. انت رمز للتعاون ما بين المواطن اللي بره بلده وبلده. انت بتمثل يعني ناس كتير انا عارف. ربنا يقدرنا على رد الجميل لمصر ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي ارقام كده، انتوا وديتوا كم مره ناس لمصر والخطه الجايه؟ والله الافواج بتنزل من سنه 95 وماشيين زي الفل. كان كل سنه فوجين 3 4 بينزلوا بيروحوا مستشفيات مختلفه يعملوا عمليات للقلب، الاطفال والكبار كل الناس بدون مقابل للمرضى غير القادرين. وان شاء الله ربنا ييسر الامور وننزل في سنه 2015. اتمنى بقى انه الافواج كلها تبقى عيون وقلب واعصاب وعظم، يعني ما يبقاش تخصص واحد بس. يا رب ان شاء الله. ربنا ممكن ده يتم يعني؟ باذن الله يتم ان شاء الله. خليك شغل في معهد شلل الاطفال، عاوزينه يرجع تاني برضه يا رب باذن الله. مصنع برضه المعاقين. والله ربنا يزيد محبه بيننا وبين مصر ان شاء الله، وربنا ييسر الامور لمصر باذن الله. انا بشكرك وبكرر شكري ليك. وبرضه سؤالي التقليدي في برنامج الاسير اللي انت شايفه هنا بخبرتك هذه السنوات، نفسك تشوف مصر دلوقتي؟ نفسي الضمير يرجع تاني والحب يرجع بين الناس، وان احنا نحب الخير لبعض. وانا هنا عند المكان التاريخي الطاحونه الجميله دي، عمرها حوالي كام سنه دي؟ على الاقل 300 400 سنه. والاختراع دوت اختراع عربي اصلا في الاندلس. العرب دخلوه الاندلس واوروبا اقتبسته منهم يعني. رمز هولندا عربي يعني. بالظبط. على فكره التاريخ العربي في اوروبا كبير جدا، بس برضه ده اللي احنا مش عارفينه، ان جزء من التنوير اللي حصل في اوروبا التقدم ده العرب عملوه، والضلمه اللي عندنا دي الاوروبيين هم اللي عملوه. لازم نفوق نفسينا واحنا جنب طاحونه رمز عربي بقى دلوقتي اوروبي، نرجع ونكسر الاسير اللي احنا فيه. بشكرك شكرا على واجب. يعني بشكر كل المصريين من خلالك يعني. الله يخليك ويسعدك. شكرا جزيلا. احتفال الزهور ده احتفال عالمي جميل بيهز العالم. ايه المهرجانات الحلوه دي؟ شوفوا كمل. أعزائي المشاهدين، لحظات سعيدة واحنا هنا بنبدأ يوم جميل في البلد الحلوة دي بعيد عن امستردام. هنا في المطر الواحد بيدعي يقول يا رب. هنا الواحد بيشوف الناس أول ما تنزل الصبح في ابتسامة عريضة، بنتفائل ونشوف لحظات سعيدة معاكم. وأنا في بلد بعيدة عن امستردام بحوالي 160 كيلو اسمها هانجلو. هانجلو مدينة وفيها قرى، بس كله هنا شبه بعض. كله هنا ناس بتمشي بالسعادة بالطاقة الإيجابية. What? Talking to them? Yes. Yeah, you're on the list. What? What? You're wanted. Me? Yes, Show sir. me. Wanted me? Kom, kom. Why? You're under Waarom? We zijn net uit het bureau. Kom op deze. Where? To Where? the police station. What? You're under arrest. Tell you later. Okay. كده انا بقيت فعلا بجد الاسير. كل المحبوسين الاسير، كل اللي مقبوض عليهم الاسير، كل واحد مكتئب. انا مبسوط حتى لو مقبوض عليا هنا في هولندا.
طبعا احنا دخلنا حجز هنا، بصوا الحجز عامل ازاي واتقبض عليا اهو. مفيش اي اثار لاي حاجه. عمليه القبض لانه كان لازم تقريبا ناخد اذن تصوير، انا مش عارف المشكله ايه، بس هكمل معاكم ونشوف. Where is the boss here? The chief. We need sheriff. You will come. Yeah. You sit down, the chief will come. Asking about chief, yeah. You sit down. Sit down, okay. No drink, no food. Breakfast. He will come later. later, okay. بسأله مفيش أكل شرب، قالوا هنا الحجز على فكرة نقعد هنا ربع ساعة بس. ده القبض على المواطن بيبقى ازاي؟ القبض على الواحد شفتوا انتوا في لطف، في يعني قانون بحزم، بس مفيش اقول ايه، مفيش بهدله. انت اللي طلبت كده. انت اللي طلبت كده. اقدم لكم صديقنا والضابط المصري اللي بيمثل المصريين هنا، فريد مسعود. فريد مقدم او عقيد هنا؟ عقيد. ضابط هولندي من اصل مصري من سوهاج، جدع 100 100. انا طلبت ده عشان نشوف القانون هنا بيتطبق ازاي بحزم ولكن دون جرح الانسانيه. الحجز هنا نظيف، مش زي الحجز بتاعنا. ده مش حجز، ده كلها مثلا. ده انت هتقعد هنا 10 دقايق. القانون لما احنا بنجيب واحد معانا من بره مشتبه فيه او متهم، تمام، بجيبه هنا بيقعد هنا واروح اتصل بوكيل النيابه على طول. لازم وكيل النيابه يجي هنا باقصى سرعه. لازم. قد ايه بقى؟ في القانون مكتوبه باقصى سرعه. لو كان في بلد تاني هنستنى، يعني ما بتاخدش اكتر من ربع ساعه. بعد كده الخطوه الثانيه ان احنا نتصل بمحامي. ما اقدرش، مش هاخد اقواله الا لما يجي المحامي بتاعه، فلازم استنى لازم كمان محامي. هو القانون كده، واحترام القانون واجب، وانا بحترم مفيش القانون. محضر هتعمل في مصر وانا بحترم القانون. والمحامي القانون. والمحامي بسرعه بيجي بسرعه برضه، او يتصل بيه بالتليفون وبيتكلم معاه. لو ملوش محامي، لو واحد مهاجر ولا كده. احنا محامي، احنا كله بنجيب له محامي على حساب الدوله. طبعا الناس اللي قبض عليا في الاول ده يعني ضحك، يعني عايزين نشكرهم ونقول لهم متشكرين جدا. Hij vond het fijn dat jullie dat hebben gedaan. Bedankt voor de moeite. Dankjewel. Hij is heel bekend in Egypte, dus heb ik jullie verteld. Dus bedankt. No problem. ده قبض عليا، بس ده شكله مصري. Nee, hij is not Egyptian. He is... You like Egyptian? In Turkish. تركي. السلام عليكم. اتاريك كان ماسك في ايديا جامد. ها. Thank you my friend. What's your name? Alper. And you? Martijn. Martijn. مطاي. Thank you. ده ايه اللبس ده بتاع الجواكت بتاعك. محطوط. البرد بقى؟ كل واحد ليه جاكيت ولا تلبس اي جاكيت؟ اللي يعجبك. اللي يعجبك. فريد احكي لي بقى قصة، يعني انت جيت هولندا ازاي وازاي بقيت بقى هنا عقيد شرطة وبتشتغل في المباحث وحاجات كتير؟ جيت هولندا سنة 91. تعرفت بمراتي هولندية وهي اللي جابتني على هنا. عرفت عليها في مصر؟ تعرفت عليها في مصر وجابتني على هولندا وسنة آخر 91. وفي سنة 95 دخلت أكاديمية الشرطة من 95 ل 98. الشرطة هنا. انت اصلا خريج ايه في مصر؟ أنا خريج تجارة سوهاج، أول دفعة في تجارة سوهاج سنة 85.